انهزم منتخب الكاميرون في مستهل مشواره في مونديال قطر أمام منتخب سويسرا بهدف دون رد، ليصطدم بذلك حلم إيتو من أول مباراة بواقع الميدان. وانتهى الشوط الأول من المباراة على نتيجة التعادل السلبي، وتمكن إيمبولو من توقيع الهدف الوحيد في المباراة لصالح سويسرا في الدقيقة 57. وكان رئيس الاتحاد الكاميروني قد أثار جدلا بتصريحاته التي توقع فيها فوز منتخب الكاميرون بالمونديال. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.